بسم الله الرحمن الرحيم. لكل المتابعين على الهواء مباشرة وعبر الصفحة الرسمية لنادي الأقصر الرياضي وصفحة إعلام الغلابة عمرو الصاوي. على الهواء مباشرة معنا واحد من القامات الرياضية التي تتميز بها صعيد مصر لاعبا ومدربا، نجم كبير، كابتن الدكتور حماد الخطيب المدير الفني لنادي قنا الرياضي. أهلا وسهلا بك داخل قلعة العميد نادي الأقصر الرياضي. اهلا بيكم اخواتي وحبايبي ولعبنا وجينا ودربنا هنا الناس كلهم يعني يعتبروا العم النهارده يعني قلعة العميد نادي الأقصر الرياضي بيستضيف نادي قنا الرياضي في تجربة ودية قبل بداية دوري الدرجة الثانية الممتاز به بالنسبة لنادي الأقصر، ودوري الدرجة الثالثة مجموعة الصعيد منطقة الأقصر لكرة القدم بالنسبة لنادي قنا. شايف هذه التجربة ازاي النهارده؟ تجربة انا شايف ان هي مفيدة للفريقين، شايف ان هي مفيدة لينا بشكل اكبر لان احنا لعبنا فريق هيلعب في درجة اعلى مننا شوية، ودي في حد ذاتها بنفتقدها في مجموعة جينا. ما فيش غير هم الخمس أندية بس في الممتاز به من ضمنهم الأقصر، والتجربة دي بتفيدنا في ان احنا نعرف اشياء كثيرة جدا عن اللعيبة لا يمكن اتضاحها اثناء التدريب او اثناء التمرين او عشان نسجل القائمة او غيره. والكابتن شبيب الراجل يعني اول ما اتصلت بيه راجل يعني كان سريع القرار، وقال لي ده يعني مكانكم ونادي جينا والاقصر ليها سنين مع بعضهم، لكن الافاده الاكثر في الجزئيه دي هو معرفه كل خصائص اللعيبه اللي داخل الملعب سواء في الاقصر او في نادي جينا، هل هي هتصلح مع المدرب او لا. دكتور حماد الخطيب يعني من المدربين اللي دايما بنقول عليهم اصحاب الكرافتات الشيك، اللي دايما من يقعد على الخط ويدي المساحه للمدرب العام والمدرب المساعد ان هو يعني ايه يدي التعليمات. شايف يعني من المدارس اللي دايما المديرين الفنيين اللي يجيد قراءه الملعب وهو قاعد ولا ما بيوقفش الا في اللحظات. شايفها ازاي دي بالنسبه للمدارس التدريبيه؟ انا شايف ان المدير الفني لا يمكن يشتغل بتاع طبي او يشتغل يحلل ماتشات او يعمل بتاع خططي او بدني. انا بدي كل واحد في الجهاز الفني بتاعي عنده وظائف محدده بيعملها وهو بيتقن فيها عشان هي التخصص بتاعه. انا بدي المساحه كل الموجودين، وانا انا في حد ذاتي بدي شويه حاجات تعليمات بسيطه جدا، لكن هو بدي المساحه لان لو عندي المدرب العام هو اللي بيجهز الفرقه، وهو اللي بيشرح بعض الاشياء المهمه جدا في الماتشات، وهو اللي بيدي التعليمات بناء على الخطه الموجوده للجهاز الفني كله. فانا لو استبعدت الجهاز الفني من بدايه المدرب العام لغيره هشتغل لوحدي، مش هقدر اشتغل، وهيبقى عبء شديد جدا، وهيبقى الموجودين هو ما الا ناس بس يعني قاعده كده مش عارفه انا بلعب ازاي. لا، كل الخطط الموجوده في الملعب سواء التدريبيه او الفنيه اثناء المباريات يعلموا بها قبل اللعب بالليل وبنناقشها وبنشتغل بيها. دكتور حماد الخطيب، مجموعة الصعيد منطقة الأقصر لكرة القدم يتواجد 2 متواجدين فيها هذا العام. نادي سكر ناجي حمادي الذي صعد إلى دوري الدرجة الثالثة كثاني لمجموعة الدرجة الرابعة، والوافد الجديد الذي يهدد الكبار يعني على طريقة بيراميدز مركز شباب البعيرات، ونادي قنا الرياضي طبعا باسمه وتاريخه الكبير، ويعني يعني حدث ولا حرج لهذا الاسم الكبير، خاصة أن رئيس مجلس إدارته واحد من القامات الرياضية الكبيرة المهندس الأستاذ أشرف المحاسب أشرف سعد. يعني بنكن له كل الحب والاحترام. انت شايف المجموعة ازاي، وخاصة ان الفرق كلها بدأت الان الاستعداد الجدي؟ أسوان 5 فرق والأقصر 3 فرق. يعني شايف المجموعة ازاي وكيف يعد العدة الدكتور حماد الخطيب بخبراته الكبيرة؟ انا شايف ان كل مدرب حاطط بعض القناعات والافكار الفنيه بيحاول يجمع لعيبه عليها. انا شايف هم اللي بداوا بدري ان هم اللي يبداوا يتعاقدوا مع بعض اللاعبين الموهوبين على الاقل اللي يقدر ثمنهم يبقى اقل على المجموعات الماليه الموجوده في الانديه. انا شايف ان 2003 افادت كثير جدا هذه الانديه بانها تستقطب بعض النجوم الصغار يسموهم رغم ان هم الكبار، يعني اللي عدى ال 20 ده ما جاش صغير. انا شايف بعيرات برضو من الانديه اللي صح اصحاب فكر اداري ومالي، هتبقى من الانديه اللي هي في صفوف الكبار ان شاء الله خلال الفتره والاعوام القادمه. معاهم مدرب مميز حبيبي يعني الكابتن وليد وكابتن عبد الرحيم برضو اللي هو في جوف.
ناس مدربين ممتازين جدا. احنا بنعمل لكل نادي ما يملي علينا ضميرنا في الملعب، وبنحاول قدر الامكان نستجلب برضو بعض اللعيبه اللي بتفيد النادي، وان شاء الله هي كلها برضو بعض الحاجات الموجوده خلال الموسم بنقول باذن الله الصعود، لان بس مقومات الصعود في المجموعات دي موجوده، ولكن في بعض المعوقات ممكن تبدا تعمل بعض المشاكل للمدربين. هي دي المشكله اللي في الجدول او في الانديه، ان معوقات الماليات. لو اتفقت مع لاعب على مبلغ معين وابتديت تقصر فيه، هتبقى فيه دي بالنسبه لك مشكله. اذا كان الملعب بتاعك فيه مشاكل في عمليه الارضيه برضو فيها مشكله. اذا كان عندك مشاكل في بعض المسافات الطويله في اللعيبه بالنسبه للاكل والشرب، دي في اعباء ماليه كثيره خلال الموسم لازم تتظبط شويه في الميزانيه، ونعرف احنا ماشيين فين في عدد المباريات اللي هنلعبهم ان شاء الله. أكيد الدكتور حمادة بيتابع معانا، يعني بيتابع دوري الدرجة الثانية الممتاز به بالتأكيد. يعني أندية الأقصر غيرت جلدها هذا العام، يعني باستخدام مديرين فنيين جداد على الساحة. كابتن أشرف عرب في نادي المدينة المنورة وجهازه المعاون كاملا. النهاردة كابتن شبيب أيضا واحد من لاعب كبير ويعني وباع طويل طبعا له كتدريبي. النهارده في قياده نادي الاقصر الرياضي الكابتن مبارك كلوشه، النهارده بيتواجد على راس الاداره الفنيه في نادي شبان قنا. نادي قوس الرياضي بيستخدم عبد العالي الشندويلي من سوهاج. شايف تغيير الجلد في الانديه، شايفها ازاي النهارده بخبراتك الطويله الدكتور حماد الخطيب؟ يعني هو تغيير الفكر الفني في الانديه المفترض يكون موجود، وتباعا بنختار المدرب حسب اهدافنا احنا كنادي. انا عايز ابني فرق، انا شايف ان نادي الاقصر بيبني من الاول، انا شايف نادي الاقصر بيبني من الاول، وطريقه البناء فتم استجلاب بعض المديرين الفنيين يريدوا البناء وكانوا مدربين للناشئين فترات طويله يعرفوا يستجلبوا ويعرفوا بعد كده يبصوا على الموجود في الناشئين يقدر يجيبوه في الانديه بتاعته. فانا شايف التغيير ده كله بناء، ما شايفش حد عايز يوصل لمرحله انه يصعد او ينافس، لكن لا، عايز يبني فريق من البدايه، لان الفتره اللي فاتت اغلبيه الفرق تم تخليتها من النجوم الموجوده وكبار السن وكده، وكلهم كانوا في صف واحد. قفت اظن ان شاء الله تعمل اسمه ده المدينه المنوره مع اشرف، يعني اشرف من المدربين الهايلين، بيختار لعيبه كويسه جدا. شبيب عنده باع طويل جدا في اختيارات اللعيبه في انديه محترفه برضه. فانا شايف حتى الالومنيوم برضه من ضمن الناس ابقى على الكابتن هشام عبد المنعم، ابقى عليه. لكن الالومنيوم اظن ان هو مش ما بيبنيش، هو الالومنيوم حاطط الهدف بتاعه هو الصعود، فبيشتري لاعب جاهز بلعب بيه. ما وفقناش يبقى احنا عملنا كل اللي ممكن نعمله في البطوله، لكن الاقصر لا، ماشي على الطريق الصحيح ان شاء الله. واتمنى يعني ان الاقصر توصل لهدفها، ان هي توصل في درجه من درجات اللي هي التصفيات اللي هي الخماسي مع بعضهم. واتمنى الالومنيوم من قلبي ان هو يصعد للممتاز المحترفين، وبعد كده للممتاز مع الكابتن هشام المدرب المنتخب والمدرب المعروف والمشهور. والالومنيوم ده يعتبر بيت كل الانديه في الصعيد، يعني اهل الصعيد من بيت كل انديه الصعيد. الالومنيوم هو كان بيفرغ اللعيبه لغايه ما احنا خدنا منه الرايه، بعد كده بدانا نطلع اللعيبه وندرب ناشئين. لكن عنواننا الالومنيوم السنه دي، وانا عن نفسي بدعم الالومنيوم بصعوده الى المحترفين ان شاء الله. والاقصر والمدينه يدونا شكل متغير عن الاعوام السابقه ان شاء الله. دكتور حماد الخطيب، أنا سعيد جدا بأول لقاء مع حضرتك هنا من داخل نادي الأقصر الرياضي. قيمة وقامة رياضية، دايما بنفتخر بتواجدك على رأس الإدارة الفنية لأي فريق بتكون بندعمك. والنهاردة بنقول لك شكرا جزيلا على هذا اللقاء اللي خصتنا به داخل قلعة العميد نادي الأقصر الرياضي. شكرا جزيلا لحضرتك. طبعا الإعلامي الرائع الكبير اللي كل صعيد مصر بيحبه، يمكن في مصر أنا ما خدتش رأيهم، بس أكيد طبعا اللي اتفرج عليك طبعا يعني شرف ليا والله. فنحييك على اللي أنت بتعمله فعلا، مش إعلام الغلابة، أنت إعلام الغلابة وإعلام المتوسط الداخل والعاليين وبتوع المارينا وبتوع الإعلاميين، فأنت إعلام الكل إن شاء الله بإذن الله. ربنا يوفقك كابتن. شكرا جزيلا دكتور حماد الخطيب، كان معنا هنا من داخل نادي الأقصر الرياضي عقب انتهاء المباراة الودية بين نادي الأقصر الرياضي ونادي قنا الرياضي، التي انتهت بفوز نادي قنا الرياضي بهدف مقابل لا شيء في شوط المباراة الأول. كان معكم عمرو الصاوي هنا من داخل قلعة العميد نادي الأقصر. شكرا جزيلا لحضراتكم. شكرا.